ما كانش في بالي نعدل اليوم حتى اتصل بيا خاي وقال لي وجد لي الشهيوه اللي كنبغي وتكون مرافقها سلطه لذيذه. وطبعا انا ما نردش في الوجه خاي، وبما انه السخره ما عنديش كامله في الدار قصدت كازيون اللي كنلقى فيه عروض مزيونه بزاف، ولقيت عندهم الفطر وصلصه المايونيز والذره بثمن مزيان بزاف. تسخرت اللي خصني كامل ورجعت للدار باش نعدل الشهيوات ديالي. خديت صدر ديال الدجاج ضفت له البصيله اللي كتكون مشحره، الخبز المحمص، بيضه، المعدنوس والتوابل اللي غنخلي لكم مكتوبين اسفل الفيديو، لا موطار، وعملت له حتى الاعشاب المنسمه. كنخلط هذا الشيء هذا كامل مزيان، من بعد كنطلقوا على ورق الزبده يكون مدهون بالزيت بهذا الشكل هذا، ويدنا ضروري ما نفزقوه بالماء اذا بدا كيلصق. من بعد كتاخذوا اي نوع ديال شاركوتري كتستفوه بحال هيدا وكتبداو تلويو وانتم مزيرين يدكم. من بعد غلفتوا بالبلاستيك الغذائي والورق الالومنيوم ودخلته للفران يطيب لمده ديال ساعه. بالنسبه للصلصه المرافقه عملت معلقه ديال الزبده في مقيله، ضفت الفطر معلب، الثومه واليبزار، كنشحر الفطر ديالي شويه، من بعد كنضيف كريمه الطبخ السائله، وما نساوش صلصه السوجه. كنخلي هذا الشيء هذا يغلى، من بعد كنضيف جبن محكوك. الرولي ديالي ديال الدجاج من بعد ما طاب كندهنو بيضه مخلطه مع البابريكا وكندخلو الفران يتحمر. وبالنسبه لهاد السلطه ما كايناش اللي دوقه وما تعجبوش، غنخلي لكم المكونات ديالها مكتوبين اسفل الفيديو. وطبعا غنعمل لها آلة صلصه عندي كتجي غزاله ما تشبعوش منها، فيها 2 معالق كبارين ديال المايونيز، عصير ديال الليمون، زيت الزيتون، شويه ديال الابزار، وكنخلط هادشي هذا مزيان حتى كنحصلوا على صلصه بهذا القوام. الرولي ديالنا كنقطعوه بموسلي خصو يكون ماضي، وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي لذيذ ما تشبعوش منه. الصلصه ديال الفطر حتى هي كتجي رائعه والسلطه كذلك، والاهم انه خاي عجبوه بزاف.